من جمالها هنعملها كل يوم، وهنخزنها على طول عندنا في الفريزر، وعلى طول هنعملها لأطفالنا وهيحبوها قوي قوي قوي. هنعمل ستريبس، حاجة كده سهلة وبسيطة، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هكون جايبة نص كيلو من الصدور المخلية، وهكون نقعة جنبي كوباية برغل في مية مغلية لمدة نص ساعة، وهبتدي اقطعها زي ما انتوا شايفين. وهبتدي اروح جايبه البرغل وهروح نازله عليه بالصدور، وهجيب التوابل بتاعتنا: معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه كزبره، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، ومعلقه بابريكا كبيره. وهروح نازله بالمكونات كلها، وهيكون معانا كوبايه من البصمات، وهديهم تقليبه كلهم الكبة. وهبتدي اخد حبة بحبة، يعني حبة صغننين بحبة صغننين، وهضربهم كلهم في الكبة زي ما انتم شايفين لحد ما تتفرم معانا نهائي. عايزاها تبقى مفرومة زي العجينة كده بالظبط. ايوه، هو الشكل اللي احنا عايزينه ده. هنبتدي بقى نحطه في اي بولة معانا، وهضرب الكمية كلها وهرجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في حتة، خليكم معانا لحد اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين خلاص خلصت الكمية. هبتدي اجيب اي صينية عندي، وهجيب لو عندك استرتش استعمليه، انا ما كانش عندي فاستعملت كيس عادي. هبتدي ان انا اقطعه نصين، وهبتدي احط الكمية كلها على اول كيس زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، وهبتدي ان انا افردها كلها. وهروح بقى ماسكاها مقطعاها قبل ما احطها في الفريزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزين تقطعوا اي شكل انتوا حابينه براحتكم، عايزين تقطعوه مثلثات زي ما انا هعمل. انا قطعتها مكعبات وقطعتها مثلثات، صينية مثلثات وصينية مكعبات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، عملت معانا كمية. وتقدري برضو تكبريها الستريبس، وتقدري ان انت تصغريها. انا عملتها الكمية دي كلها بسم الله ما شاء الله، يعني نص كيلو عمل معايا كمية كبيرة جدا، يعني حوالي 35 قطعة كده. انا مش فاكرة كويس، بس كان 35 قطعة او اكتر كمان. خلاص كده حطيتها. هبتدي بقى ان انا اعمل الكمية دي برضو في الصينية الصغيرة. الكمية التانية انا في الاول ما حطيتش الكمية كلها، حطيت نص الكمية فقط. وهبتدي اعمل اللي انا عملته في الاول هعمله دلوقتي، وهبتدي اقطعها مثلثات زي ما انتم شايفين. وبعد كده هروح حطوها بقى في الفريزر براحتها. ممكن تسيبوها معاكم من نص ساعة لساعتين لحد ما تتماسك خالص خالص، او ممكن تسيبيها لتاني يوم. انا يا دوبت خليتها نص ساعة بس في الفريزر، ورحت مطلعاها. ودي بعد ما طلعتها من الفريزر. وبكده بعد ما طلعتها من الفريزر زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله هي متماسكة. لكن المثلثات كانت عايزة شوية، بس برضو عملتها علشان خاطر كنت انا مستعجلة عليها جدا جدا، وعايزة اخد منها الكمية اللي هعملها للغدا. زي ما انتم شايفين انا ببتدي تاني اروح مقطعاها تاني. وبصوا هتطلعوها هتلاقوها بتتكسر معاكم، يعني مكعبات، حاجة كده جميلة جدا جدا. وما تخافوش عليها نهائي، هي حلوة قوي. تعالوا بقى ايه نخش على الوصفة اللي بعدها. اول مكون اللي بعده على طول زي ما انتم شايفين انا جايبة ده بديل للفيجيتار. هحط عليه معلقة كركم، وهبتدي في التقليب. ومش هحتاج ميه ولا هحتاج اي حاجه. يا دوبك انا مطلعاه من الفريزر، هروح حاطاه زي ما انتم شايفين بالشكل ده في في البديل اللي انا قلت لكم عليه. انا مش فاكره اسمه، يا ريت اللي فاكر اسمه يكتبهولي في التعليقات يقول لي اسمه ايه. وهبتدي ان انا اروح واخده واحده واحده. وطبعا انتوا شايفين هو بيمسك فيها سهل جدا، مش هتحتاجي تحطي ميه ولا بيض ولا اي حاجه. وعايزه اقولك كمان حاجه حلوه قوي عايزه اعرفكم بيها. لو انتم كمان عايزينها تبقى مغذيه قوي 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 الوصفه دي، زودوا عليها بيض. ممكن تحطوا معاكم من بيضتين لاربع بيضات. عايزه اعرفكم ان الوصفه دي مغذيه جدا جدا للاطفال، وهيعشقوها. وهعملها تاني وتالت ورابع وخامس، وهفضل اعملها على طول علشان انا اطفالي ما شاء الله حبوها قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين هو بيمسك فيها. هعمل بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. دي كانت اول كمية انا عملتها وحمرتها واديتها للاطفال. تعالوا بقى اوريكم الكمية اللي احنا عملناها.
زي ما انتم شايفين كل صينية عليها حوالي 15 واحدة، كل صينية، والصينية الصغيرة كان عليها 5 بس. زي ما انتم شايفين ده غير كمان اللي انا حمرته غير اللي انا شلته. انا يا دوب اتصورت لكم بس مقطع صغير كده منها. وزي ما انتم شايفين التحمير بتاعها، بتحطي شويه زيت كده وتحمريها زي ما انت شايفه، بسم الله ما شاء الله، كانك شارياها من بره بالظبط. هبتدي بقى ان انا حمرت شويه، والكميه التانية هروح ماسكاها كده معبياها في اي حاجه عندك بتعبيها. تبتدي ان انت تحطيها في الفريزر، تقدري تطلعيها في اي وقت، ويا دوبك على التحمير فقط. وبكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لنا تعليق وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات. انا بحب تعليقاتكم، لو تعليقات سلبيه انا برضو برد عليها، بس ما تكونش سلبيه قوي. واي فيديو عايزينه تكون طريقته سهله وبسيطه، يا ريت تكتبولي في التعليقات. وما تنسوش تحطوا لنا اللايك الحلو، ومع السلامه.